السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الطيبين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. لو عجبكم محتوى القناة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت بتقولي يا دكتور حامل ازاي وامتى؟ ازاي يا مدام دي تعرفيها انت ولا ايه؟ مش حضرتك متجوزة على حد علمي؟ وامتى فحضرتك حامل في شهرين؟ قعدت شروق تلطم وتبكي بين اندهاش الدكتور. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. حضرتك في مشاكل بينك وبين جوزك عشان كده مش حابه الحمل ولا ايه؟ بس يا ستي اهدي، لعل وعسى يكون الجنين خير ويكون سبب في حل مشاكلكم دي. هو في مشكله ومشكله كبيره قوي يا دكتور كمان. مشكله ايه يا فندم؟ اني ارمله من سنه، فازاي بس هبقى حامل في شهرين؟ اتغير وش الدكتور واستغفر وقال: استغفر الله العظيم، بس اكيد حضرتك برضو عارفة ازاي يعني، وده اكيد غلطة ولازم تصلحيها. صرخت شروق: انت فاكر ايه يا دكتور؟ لا، انا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا ابدا. صدقني يا دكتور والله انا ما اعرفش الحمل ده حصل ازاي. وقعدت شروق تبكي بمرارة وقالت: اعمل ايه دلوقتي في المصيبة دي؟ انا كده هتفضح لو حد عرف، وهيقولوا عني كلام مش كويس، وانا اللي كنت طول عمري في حالي والكل بيشهد باخلاقي هاجي في الاخر ويحصل لي كده؟ انا مش مصدقه، رحمتك يا رب. الدكتور: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هدي نفسك يا مدام شروق، مش كده. وصدقيني انا حسيت فعلا من كلامك انك انسانه كويسه، بس ده ما يمنعش انك فعلا حامل يا مدام شروق. وازاي ده حضرتك اللي تحدديه من خلال الناس القريبه اللي بتتعاملي معاهم؟ يمكن حد فيهم غرغر بيكي من غير ما تحسي فعلا. فحاولي تفكري شويه وتحددي مين شاكه فيه يكون عمل كده. شروق: عقبال ما افتكر واتاكد هعمل ايه في المصيبه دي يا دكتور. انا مش عايزه الحمل ده، ارجوك اعمل لي اجهاض ابوس ايدك وارحمني من المصيبه دي. الدكتور برفض قاطع: لا انا ما اقدرش اعمل كده يا مدام، اسف. يعني ايه مش هتقدر تنزل الحمل ده يا دكتور؟ بعد ما فهمتك ظروفي واني ارمله، هواجه الناس بالمصيبه دي ازاي؟ دي كارثه، وساعتها ممكن ابويا ولا اخويا يدفنوني بالحياه عشان يتخلصوا من عاري، وانا مظلومه وربنا عالم اني بريئه، وعمري ما وقعت في الغلط وصاينه نفسي، بس اقسم بالله ما اعرفش جه ازاي. عارف، بس دي جريمه ما اقدرش اعملها، وما تحاوليش تعمليها عند حد تاني لانك كده هتموتي. روحي روحي وبس، انت كمان ممكن تتأثري لان الواضح قدامي ان صحتك ضعيفة، واي نزيف بعد الاجهاض هيعرض حياتك للخطر. يعني كده مش هتقتلي نفس واحدة بس، هتقتلي نفسك معاها كمان. خافت شروق وحطت ايدها على بطنها وقالت: والعمل يا دكتور، انا كده في وضع ربنا العالم بيه. زي ما قلتلك مفيش حاجة قدامك غير انك تعرفي مين هو ابو الجنين ده، ويمكن لما تعرفيه تقدروا تلموا الموضوع وتتجوزوا قدام الناس، ويجي المولود بصفة شرعية كأنه ابن 7 شهور عادي. اتجوز؟ يستحيل بعد المرحوم، ده كان روحي فيه ورفضت كتير عشان اعيش على ذكراه ويكون جوزي في الاخرة. ما هو مفيش حل غير كده، بس تعرفي الاول هو مين، ولغايه ما تعرفي مفيش داعي تحكي مع حد خالص في الموضوع ده، وكده كده قدامك وقت كبير قوي عبل ما بطنك تظهر، فما تقلقيش. فبصيت للدكتور بذهول وطلعت من غير ما اتكلم، لان مهما قلت مش هيحس بالنار اللي جوه. انا اخري حاله عنده بتتابع وخلاص، وعارفه ان مجرد ما امشي هينسى، فالمصيبه مصيبتي وانا برضو اللي لازم اتصرف. ساعتها روحت على بيتي وجريت على سريري وبكيت بدل الدموع دم، واقول ازاي ده وامتى وانا عمري ما عرفت راجل غير جوزي الله يرحمه، اللي كنت بحبه لدرجه اني وافقت اعيش معاه رغم انه مش بيخلف، ورفضت حتى اتجوز بعده رغم اني لسه صغيره. بس خلاص من بعد موته ما بقاش ليا نفس الحاجه ابدا، وحسيت الدنيا اسودت في عينيا، وفجأة مسكت دماغي اللي قربت تنفجر من كل التفكير في مين اللي عمل كده، وشكيت في كل الرجالة اللي أعرفهم حواليا، حتى المكواجي اللي بيطلع لي هدومي، وحتى الشاب بتاع السوبر ماركت اللي بيوصل طلباتي، وحتى المندوب اللي بتعامل معاه عشان يوصل لي اللبس اللي بيعجبني من براند خديجة. وصرخت فجأة لما افتكرت البواب اللي في الدخلة والطلعة يبصلي كده بطريقة مش طبيعية، بس كنت عاملة نفسي مش واخدة بالي، وأقول بدل ما بيكلمني باحترام خلاص. وبعدين مين تفتكر تاني يا شروق؟ فكري كويس. فقعدت أفكر أنا بروح عند مين وبات. أيوة أيوة، كنت بروح عند حماية وحماتي لما بيوحشني المرحوم، وأقول ناس من ريحته. يا مصيبتي، ممكن يكون حماية، بس ده كان لما ياخدني في حضنه
بحس بحنية أبويا الله يرحمه. بس كنت بستغرب لما يطلب أبات معاهم في كل مرة أروح، وأنا كنت بتحرج وأبات، وأول ما أحط راسي على المخدة أروح في النوم على طول. يكونش هو. لا 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 لا، أنا مش مصدقة نفسي. لا لا لا، يمكن ده أنا مرات ابنه الوحيد اللي كان بيموت فيه، يستحيل يعمل كده. بس لو ما كانش هو يبقى مين بس؟ ممكن يكون جوز صاحبتي سمية. ما انا عارفه عينه مني من قبل حتى ما يتجوزها، وكان طالبني وانا رفضته عشان كنت بحب خالد جوزي، وكنت مستنياه يتعين عشان يتقدمني. بس هو عمره ما نسيني او نسي اني رفضته، وفي كل مره قابله صدفه لوحدي لو حتى عند ساميه صاحبتي يفضل مسبل لي عينيه ويلمح بكلام كده انا اللي افهمه بس. لكن كنت كل مره برضه احرجه بطريقه غير مباشره عشان ما احرجش مشاعر ساميه. ساميه دي صاحبتي المفضله وزي اختي بالظبط. بس بس انا فاكره اليوم اللي اتصلت بيا من فتره وقالت ان جوزها زين هيبات في الشغل، وهي خايفه تبات لوحدها، وعرضت عليا اروح ابات عندها، وانا رفضت في الاول. بس بعد ما اتحايلت عليا كتير اتحركت ورحت فعلا ونمت في اوضه الاطفال لوحدي. بس العجيب ان قمت على صوت حاجه وقعت في الاوضه. لما اتفزعت وقمت من نومي لقيت زين في وشي، فكنت هصرخ بس لقيته بيهمس ويقول: ارجوكي ما تفهميش غلط، انا كنت داخل عادي ومعرفش انك بايته، فبلاش تخربي بيتي ارجوكي. فساعتها سكت فعلا عشان بيت صاحبتي ما يتخربش. بس حلفت ان عمري ما هعملها تاني عندها وبات. معقولة يكون هو عمل كده وانا نايمة مش حاسة بالدنيا؟ بس انا فاكرة برضو لما كنت في يوم الضغط كان واطي عليا قوي وكانت دماغي مش شايلاني. واليوم ده اتصلت بيا خديجة عشان تقول ان المندوب جاي في الطريق بالدرس اللي كنت حاجزاه من عندها، واتحركت اقول لها خليه يوم تاني عشان تعبانة لانها بتقول خلاص ده هو في الطريق. وفعلا اتصل بيا فقمت غصب عني احضر الفلوس وشوية وجه ورحت عشان افتح الباب، بس كنت حاسة ان الدنيا بتسود في عيني واحدة واحدة لغاية ما وصلت للباب. وجيت افتح ما حسيتش بنفسي بعدها غير وانا على السرير بتاعي وهو واقف جنبي بيقول: الف سلامة عليك يا مدام شروق، مالك بس انت ما فطرتيش ولا ايه؟ ولا تعبانة؟ اتصل بدكتور يجي يشوفك. فمسكت دماغي من الصداع وقلت بتوتر وحرج: هو حصل ايه؟ وايه جابني على السرير؟ المندوب. حضرتك فتحتي لي الباب وهوبا وقعت من طولك فانا اتخضيت وما عرفتش اعمل ايه، فلا مؤاخذه اضطريت اشيل حضرتك خالك لهنا وحاولت افوقك. غمضت شروق عينيها بحرج وقالت: انا اسفه جدا ومتشكره لحضرتك. وبعدين قمت عطيته فلوسه ومشي. معقول يكون هو اللي استغل تعبي ده وعمل كده من غير ما احس؟ ورجعت مسكت دماغي تاني مش قادره من التفكير يا ترى مين فيهم. ولقيت نفسي ببكي بانهيار واقول: هتعملي ايه دلوقتي وانت مش عارفه ومش متاكده مين فيهم؟ وصعب تروحي تكلمي واحد فيهم تقولي له انت اللي عملت كده وانا حامل منك. اكيد هينفي الموضوع لانك ما عندكيش دليل، ده غير انك هتفضحي نفسك قدامهم ويقولوا روحي شوفي نفسك انت هترمي بلاكي عليا. فصرخت وقلت: يا رب، يا رب انت الوحيد العالم بحالي، دلني اعمل ايه، اعمل ايه؟ تعبت شروق من كتر التفكير ولجأت لربنا سبحانه وتعالى عشان يدبر لها امرها، خصوصا انها بقت تايهه ومش عارفه مين هو ابو الطفل ده. وحطت ايدها على بطنها وبكت وقالت بقهر: يعني انا عشت 10 سنين مع جوزي الله يرحمه وكنت بنتظر فيهم معجزة من عند ربنا واحمل زي بقية الستات، لكن ربنا ما ارادش، ويوم ما ربنا اراد يجي بالشكل ده. لا، انا مش عايزاك، مش عايزة ابن الحرام ده. انا طول عمري بخاف من الحرام قوي وعمري ما قربت منه، اقوم في الاخر يحصل لي كده؟ لا، منك لله يا اللي عملت كده، بس مين؟ وفجأة